مرحبا بكم في زاوية التحليل. هنا نقرأ الخبر ونحلل ما وراءه. في فيينا يوم 23 من أبريل عام 2026 شهدنا خطوة دبلوماسية هامة، حيث فتح المغرب والنمسا صفحة جديدة في علاقاتهما، صفحة عنوانها الشراكة الاستراتيجية المتقدمة. هذه الخطوة تجسدت بشكل رسمي في توقيع مذكرة تفاهم، والهدف إرساء ما يعرف بالحوار الاستراتيجي بين البلدين. إنها خطوة تعبر بوضوح عن رغبة مشتركة في نقل العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى. وفي قلب هذا الحدث كان الحاضران هما وزير الشؤون الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة، ونظيرته النمساوية وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية السيدة بياتريكس ماينل رايزنجر. التوقيع جاء بهدف واضح: تعميق الروابط الدبلوماسية وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك. حسناً، ما الذي يعنيه مصطلح الحوار الاستراتيجي عملياً؟ إنه ببساطة إطار عمل رسمي يهدف لتكثيف المشاورات وتبادل المعلومات حول القضايا المهمة للبلدين، سواء كانت ثنائية، إقليمية أو حتى دولية. والغاية النهائية من كل هذا هي تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات العالمية بشكل أكثر فاعلية. وكأي شراكة قوية لا بد لها من أسس متينة. هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة ترتكز بالفعل على مجموعة من المبادئ الأساسية، وهي التي ستكون حجر الزاوية للعلاقات في المستقبل. وهذه المبادئ ثلاثة وواضحة تماما. أولها الاحترام المتبادل للسيادة، ثانيها الالتزام بالوحدة الترابية، وثالثها وهو مبدأ أساسي عدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذه هي الركائز التي يفترض أن تضمن علاقة متينة مبنية على الثقة والاحترام. طبعاً التعاون لن يقتصر على الجانب السياسي فقط، بالعكس الاتفاق يمتد ليشمل مجالات أخرى متعددة وحيوية جدا للطرفين. من أبرز هذه المجالات تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، تطوير قطاع الطاقات المتجددة، وبالتأكيد تنمية التجارة والاستثمار. وهناك ملف آخر لا يقل أهمية، وهو مكافحة الهجرة غير النظامية، وهنا وصفت النمسا المغرب بأنه شريك ممتاز في هذا المجال. من المهم أن نذكر أن هذا التقارب الجديد ليس وليد اللحظة، هو في الحقيقة يبني على أساس تاريخي عريق جدا، فعلاقات البلدين الدبلوماسية ممتدة عبر الزمن. نحن نتحدث عن تاريخ يمتد ل 240 عاما، 240 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والنمسا، علاقات قامت دائما على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة. وللتأكيد على هذا البعد التاريخي، لفتت الوزيرة النمساوية السيدة بياتريكس ماينل رايزنجر إلى نقطة مهمة في تصريحها، حيث قالت: قبل 24 عاما وقعنا معاهدة للتجارة والسلام. إذن كيف يرى كل طرف الآخر في هذه الشراكة؟ من وجهة النظر النمساوية، المغرب هو شريك موثوق ومرجعي، وبالمقابل يعتبر المغرب بالنسبة للنمسا وأيضا لأوروبا بشكل عام شريكا محوريا في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية في المنطقة. لكن طموح هذا الاتفاق لا يتوقف عند حدود البلدين، هو يتجاوز الإطار الثنائي ليحمل رؤية مستقبلية مشتركة للتعاون تمتد إلى القارة الإفريقية بأكملها. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط الاتفاق. مذكرة التفاهم تؤكد بوضوح على التزام مشترك بتطوير شراكات ثلاثية مع دول إفريقية أخرى. هذا الأمر يعكس نقطتين أساسيتين: أولاً الدور المحوري للمغرب في تعزيز التعاون بين دول الجنوب، وثانياً وهو الأهم الرؤية المشتركة للبلدين للمساهمة سوياً في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا. إذا أعجبك هذا النوع من التحليل، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب، وشاركنا رأيك في التعليقات. رأيك يهمنا ويدعم القناة.